السلام عليكم، وحشتوني. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده ان شاء الله راجعه لكم بفيديو جديد سهل جدا وبسيط واقتصادي، وهيوفر جدا جدا معاكي، وان شاء الله هيعجبك وهتدعيلي باذن الله. بس قبل ما نبتدي مع بعض ما تنسوش اللايك، ونصلي على الرسول، وندعي لاخواتنا في غزة وفلسطين. ربنا يا رب ينصرهم ان شاء الله ويمددهم بمدد من عنده يا رب العالمين. ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض ايه؟ بإذن الله هنعمل مع بعض 8 لتر صابون سائل اللي هو بتاع المواعين. تمام. الكيس ده انا اشتريته من عند بتاع المنظفات. هو صراحة اداهولي ب23 جنيه، بس هو مكتوب عليه 30 جنيه، مش عارفة ليه. بس عموما هو كذا شركة وكذا نوع، مش بنحدد شركة معينة يعني. تمام. فاسألي عليه وحاولي تجيبيه، صدقيني هيفرق معاكي كتير قوي. لان بجد يعني انا بيقعد معايا ال8 لتر دول تقريبا حوالي 3 اسابيع باخد منهم. ممكن لو عايزاه اتقل شويه تخلي بدل 8 لتر 7 لتر او كده، يعني لو بتحب الرغوه عاليه قوي والصابون بتاعك يكون مركز قوي بتقللي في عدد اللترات. يلا بينا بسرعه نشوف هنعمله مع بعض ازاي. بصوا بقى، انا هنا فتحته. بسم الله، تعالوا نشوف جواه ايه. جواه الكيس البودر ده اهو، وكمان جواه الكيس ده سايل كده عامل زي الجل. طيب، في دلوقتي هو كده كده كاتبلك الطريقة على الكيس ازاي هتعمليه، وهو اصلا الطريقة بتاعته سهلة جدا وبسيطة. تعالوا مع بعض نبتدي. احنا هنجيب طبعا طبق واسع اهو. انا هنا بقى جبت عندي طبق غويط كده. مهم جدا يكون الطبق اللي معاكي واسع عشان تقدري تتحكمي في الخليط براحتك. طب هنعمل ايه بقى؟ الاول هنفضي كيس البودر ده، وبعدين هننزل عليه بالسائل ونقلب الاتنين مع بعض كويس جدا لحد ما نتأكد ان هما دابوا وما عادش فيهم اي تكتلات. يلا بينا، بسم الله. صدقوني يا جماعة، انا من ساعة ما عرفت الطريقة دي خلاص اعتمدتها. ما كنتش بشتري صابون سائل من بره، ولا الفيري ولا الفيبا ولا الحاجات دي، لان طبعا كلكم عارفين قد ايه الاسعار بتاعتها بقت عالية قوي. طب ليه احنا في يعني بديل عندنا بسعر اقل شوية، ليه ما نستخدمهوش؟ نبتدي بقى ندوب كده كويس قوي لحد ما كل البودر اللي عندنا ده يختفي ويبقى كله سايل. على فكرة في منه بالتفاح، انا جبت مرة برضو الاخضر. هو النوعين اللي انا جربتهم منه كان اللي هو الاخضر بالتفاح والاصفر ده. معرفش في حاجة تانية ولا لأ، بس الاتنين بصراحة اجمل من بعض. دلوقتي زي ما انتوا شايفين معايا خلاص انا دوبت الخليط كله اهو، ما عادش عندي اي تكتلات خالص. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ شايفين بقى معايا الازازة دي اللي هي ال2 لتر الكبيرة بتاعة البيبسي؟ هنحتاج منها 4 ازايز، لان زي ما اتفقنا هنعمل 8 لتر يبقى احنا محتاجين 4. تمام. لو انتي حابة تقللي شوية وتعمليه مركز خليهم 3 ازايز، مفيش مشكلة، بس انا عن نفسي بعمله 4 بيطلع كويس معايا قوي. هنعمل ايه دلوقتي؟ هروح عاملة الازازة دي 4 مرات مية وانزل بيها على الخليط اللي معانا هنا. تمام. شايفين بقى معايا الازازة دي اللي هي ال2 لتر الكبيرة بتاعة البيبسي؟ هنحتاج منها 4 ازايز، لان زي ما اتفقنا هنعمل 8 لتر يبقى احنا محتاجين 4. تمام. لو انتي حابة تقللي شوية وتعمليه مركز خليهم 3 ازايز، مفيش مشكلة، بس انا عن نفسي بعمله 4 بيطلع كويس معايا قوي. هنعمل ايه دلوقتي؟ هروح عاملة الازازة دي 4 مرات مية وانزل بيها على الخليط اللي معانا هنا. تمام. خلاص هنا انا رجعت لكم تاني بعد ايه؟ ما ضفت 3 ازايز. انا خليتهم 3 صراحة، وقلت لو حبيت اخففه ابقى ازود شوية مية مع نفسي كده بالراحة. خليكي احسن في ال3 ازايز عشان ما يطلعش خفيف، لان زي ما قلت لكم هو بيختلف من شركة لشركة، احيانا بيكون تقيل واحيانا بيطلع خفيف، فمش عارفة بصراحة، فخليكي في ال3. اهو انا بقى فضلت اقلب فيه لحد ما خلاص كل التكتلات اللي كانت عندي راحت، ودوبت اللي هي العجينة اللي كانت معايا اللي انا كنت عاملاها البودر مع الجل اهو. كده بقى صابون مواعين. استنى ما اتخذ لكم الرغوة دي عشان تشوفوه.
ما شاء الله تقيل، حتى يعني ما بيجريش بسرعة اهو معايا. ممكن على فكرة تعمليه بمعلقة عادي، بس انا بفضل بالمضرب عشان يدوب اي تكتلات موجودة عندي. دلوقتي بقى هروح اعبيه في الازاز وهوريه لكم. دلوقتي بقى رجعت لكم تاني اهو، خلاص خلصت. عمل معايا 3 ازايز. انا لو حابة اخفف بقى بعد كده مع نفسي هبقى اخفف. بتمنى ان شاء الله تجربوه، وما تنسوش تقولولي رأيكم في التعليقات. كنت معاكم سمر من قناة منوعات ووصفات مع تسنيم، واستنوني في فيديو جديد. مع السلامة.